جاي لي النهارده؟ جاي عشان سحب الثقة. طيب وماذا بعد سحب الثقة؟ أي حاجة. اللي احنا واخدين قوة دفع بعد ما زحنا الإخوان من الحكم، واخد بالك؟ فالاستفتاء بتاع الدستور، فبقوة الدفع اللي احنا ماشيين بيها جايين نسحب الثقة. شوف بالآخر، طالما سحب الثقة ده ضد الإخوان، أنا هسحب الثقة من غير ما أعرف وات ويل بيكام أجين. حضرتك انا مهندس هشام، انا جاي عشان ارفض سحب الثقه من المجلس المنتخب، عشان المجلس ده احنا انتخبناه من سنتين وادينا له صوتنا، ولازم نديله فرصته ان هو يقدم لنا برنامجه اللي هو كان المفروض هيعمله. وبعدين في انتخابات اصلا فتح باب الترشيح ليها من الشهر ده، والانتخابات هتتم الشهر الجاي. والله احنا جايين النهارده عملوا جمعيه عموميه، وردوا جمعيه عموميه طارئه عشان نسحب الثقة من المجلس اللي موجود. فاحنا جينا النهاردة بنقول رأينا ان احنا شايفين ان المجلس اللي موجود لازم ياخد فرصته كاملة، عشان وبعد ما ياخد فرصته كاملة نقول ده يستحق ان احنا نسحب منه الثقة او ما يسحبش منه الثقة. النهارده في جمعية عمومية لنقابة المهندسين، المفروض الناس ممكن بتصوت لسحب الثقة او عدم الموافقة على سحب الثقة النهارده. بس هو ده. حضرتك موافق على سحب الثقة ولا مش موافق؟ لا مش موافق. ليه حضرتك مش موافق؟ انا النقابه كانت تحت الحاكم، يعني كانت تحت حظر من 95 تقريبا، واحنا ما صدقنا النقابه بدات تشتغل وبدات تدي شغل للمهندسين، وانا راضي مبدئيا عن شغل النقابه لحد النهارده. بعدين احنا ممكن نستنى اول انتخابات ويحصل انتخابات، المهندسين اللي جايه دي كلها المفروض تنتخب وهي اللي تختار، ما يكونش في استفتاء في وسط اللي هي الفتره بتاعتها ان احنا نسحب الثقه او لا. أنا جاي النهارده استجابة للدعوة للجمعية العمومية غير العادية للمهندسين، وكنت أتمنى إن الحال يبقى أفضل من كده بصراحة، لأن إحنا يعني تعبنا جدا في الدخول، وواضح كده إن يعني أجواء غير مساعدة خالص للمهندسين. وأنا جاي أصلا متعجب هو إيه لازمة الجمعية الغير العادية دلوقتي، لأن الجمعية العادية أصلا كان ميعادها شهر 3، فما كانتش هتفرق الشهرين دول يعني، وكنا ناقشنا اي بند وكان يبقى فيه اعدادات وترتيب افضل من كده، بدل الزحام الشديد والتدافع بصراحه وقفل الباب في وش المهندسين والطوابير اللي واقفه دي. صراحه منظر يعني غير معبر خالص عن يعني نقابه المهندسين وترتيبها وكل حاجه. طب حضرتك وافقت على سحب الثقة ولا لا؟ لا لا طبعا مش موافق على سحب الثقه، لان طبعا بصراحه الفتره البسيطه اللي المجلس مسك فيها السنه ونص ديت، أنا شخصيا من نقابة يعني مقيم في العاشر، نادي المهندسين في العاشر، والنقابة في الشرقية عموما تقدم بقى لها 20 سنة ما شفناهوش. جاي عشان أبدي برأيي هل أنا موافقة على سحب الثقة من مجلس النقابة الحالي ولا لأ؟ طيب وهم يعني داعين للجمعية دي عشان الموضوع ده، واحنا يعني ما صدقنا النقابة خلصت من الحراسة قبل كده، نرجع تاني نحطها تحت سلطة وزير الري، ونرجع تاني للأيام اللي قبل كده، ونرجع للعهد السابق تاني ولا ايه؟ فده اللي خلانا نيجي النهارده. طب حضرتك موافقة على سحب الثقة ولا لا؟ لا. طب ليه حضرتك مش موافقة؟ احنا ده جيب انتخابات، اللي جيب الانتخابات يا يشال بانتخابات يا بلاش، يعني نمشي بالخطوات القانونيه، بلاش ان احنا نلخبط الدنيا ونعمل يعني انقلابات على انتخابات احنا عملناها وحققت نتائج كبيره جدا وحققت استحقاقات كتير، واحنا نيجي ننقلب عليها مره واحده. فاحنا ده من حقنا ان انا اجي اقول لا او اقول انا جيت قلت لا عشان انا شايفه ان الانتخابات جابت الناس دي، عايزه اجيب ناس تانية، اجي بقى وقت الانتخابات بتاع التجديد النصفي للنقابه اللي هي اخر الشهر ده فعلا، ان احنا نجيب الناس التانية اللي احنا عايزينها بالانتخابات برضو بالقانون، ونمشي على القانون اللي احنا عندنا في النقابه. أنا جاية عشان أسحب الثقة من النقيب، لأن النقابة بقالها سنتين للأسف كل الخدمات اللي فيها باظت وما لقيناش منها أي فايدة، فاحنا ما صدقنا حدث زي كده يحصل عشان نشارك فيه. طيب حضرتك وماذا بعد سحب الثقة من مجلس النقابة؟ أكيد هيبقى في انتخابات جديدة وناس جديدة ترشح نفسها وتقدم برامج ونشوف الأفضل وننتخب، لأن المفروض إن المهندسين دول هم اللي عليهم المرحلة اللي جاية، هم اللي يطوروا البلد مش هم اللي يوقعوها.